موضوعي انه انت عندك اعتراض على مبدأ الديمقراطية والانتخاب، وانه الاغلبية هي اللي بتقرر. شو عندك مشكلة بهذا الموضوع؟ ممكن يجي اسلامي الاغلبية، يعني ممكن الاغلبية تقرر انه بدهم اسلام، وممكن الاغلبية تقرر انه ما بدهم اسلام. تمام، بس نحن حاليا ببلد اسلامي، فلازم يكون لا إسلامي. ما له اسلامي بلد ما له اسلامي. البلد سوريا تعيش، معناها اسلاميه؟ لا تعيش فيه غالبية مسلمة، ما اسمه اسلامي. لا، بلد اسلامي. لا ما له اسلامي. على كل حال خلينا. شلون اسلامي؟ انا بلد سوريا، ببدا سوريا يعيش فيه شعب من بكل الاطياف، تغلب عليه، يعني في الغالبيه منه هن المسلمين، عرب مسلمين سنه. سوريا من سقوط سوريا من هرقل عظيم الروم قال الى لا عوده، سلام الى لا عوده، وراحت سوريا الى الان حكم اسلامي يعني. والله حتى بشار اسد المخلوع العلوي قال نحن في بلد يحكمها الدين والشرع وكذا، يعني حتى بشار اسد، فالامر من المسلمات فيه يعني. يعني كانت على زمان الاسد كانت دوله اسلاميه. لا بغض النظر، انا بحكي لك ولو كانت شكليات، ولو طب كانت سؤال، شكليات طب بس اسلامي سؤال مع سؤال معروف. ايه طيب سؤال، شو يعني دوله اسلاميه؟ لا، قبل ما نخوض بهالمدمار انا بدي لا شو يعني؟ انت عم تقول لي سوريا دوله اسلاميه، شو يعني هذا الكلام؟ يعني اشرح لي شو يعني يعني دوله اسلاميه. يعني دولة إسلامية، يعني شو يعني؟ كدولة يحكمها إيه، يعني كدولة يحكمها الإسلام والغالبية الإسلامية من حيث التعداد. لا يمكن يجي إيه لك ما بيجي ما لسوريا اسمها دولة شخص. إسلامية، هي اسمها دولة مسلمة، مو دولة إسلامية. دولة إسلامية يعني فيها خلافة. نفس الترتيب يا أخي، لا مو مو نفس مشكلة. الترتيب، احنا ما عندنا خليفة. لا مو نفس تمام، الترتيب. بس دولة، بس تقول لا. دولة إسلامية، بس تقول دولة إسلامية معناتها أنت الراس الكبير يلي بهي الدولة هو مرجعية دينية، صار دولة إسلامية. بس تقول دولة لا، مو مسيحية شرط بيكون مو شرط لا شرط. مثلا. لا شرط صديقي. بس تقول دولة إسلامية معناتها الراس الكبير الرئيس هو مرجعية دينية إسلامية. مثل عندك الجمهورية الإسلامية بإيران، جمهورية زلمة المرجع الدين تبعهم مين هو؟ مين أصبح هو؟ إيه أنت. الخامنئي. لا، شيل إيران على جنب. أنت فهمان الدين غلط على الحالة. هل أنا ما تعلم فهمان دين غلط، أنا الإسلام؟ عم بحكي سياسة ما عم بحكي دين. لك ايه انت، لا هي مجرد حتى نظرتك السياسيه للاسلام غلط. اذا بدي احكي لك من الناحيه ما عم السياسيه، بحكي ما عم بحكي الدين. دين، عم بحكي بس سياسة. دقيقه بس دقيقه طول بس دقيقه. الخليفه، هل تعلم انه المسلمين هن اللي صدروا للعالم اجمع انه الخليفه ما دخلوا بالقضاء والامور الداخليه للدوله؟ يعني مثلا هلا وزير الخارجيه الالمانيه او الرئيس ما بيكون له علاقه بالقضاء، ما قضاء بيكون مثلا وزير الخارجيه الالمانيه هي اللي بتقوم بالمهام. هذا الرئيس شو بيكون. اسمه؟ نحن المسلمين صدرنا للعالم هالحكم، هذا فالخليفه شو يوم تقول لي اسمه؟ انت. هذا شو اسمه؟ شو اسمه؟ هذا الحكي اللي عم تحكيه هو شو اسمه؟ شو الاسم تبعه؟ ما بعرف شو بسميه لي. علمانية، فصل السلطات، فصل السلطات وفصل لا الدين عن ما, الدولة، طبعا ما انا علمانية. انا لا ما انا عندي كثير ترتيبات. بدي اقول لك انه العلمانيه هي اخذت وسرقت كثير مفاهيم اسلاميه، رح نرجع عليها ان شاء الله تعالى بالدقائق الجايه ان شاء الله. ولكن انا بدي اقول لك انه يوم عم تقول انه مرجعيه دينيه هي هو راس الدوله الاسلاميه، هذا امر خطا. لا راس ما له الدوله خطأ. الاسلاميه هو خليفه يسير امور الناس، القضاء وما قضاء، وهذا الترتيب له ناس ثانيه ما يعني فصل عمر بن السلطات، الخطاب. يعني فصل دقيقه. السلطات. طبعا هذا مفهوم اسلامي ما هو مفهوم علماني، ولكن العلمانيه جاءت هو مفهوم طبقت علماني. مفاهيم اسلاميه. لا العلمانيه طبقت مفاهيم اسلاميه بطريقه كفريه، اما الاصل اسلامي. طريقة كفرية ولا مو كفرية؟ نحن اليوم وقت عم نحكي اليوم نحن بدنا نبني دولة، تمام؟ أنو النظام الأنسب لرفع سعادة الناس؟ النتيجة هو رفع سعادة الناس. هل الدولة الإسلامية اللي أنت هو بس الفرق بين العلمانية، الدولة الإسلامية والدولة العلمانية؟ الدولة الإسلامية هي قائمة على أساس الدين، وهو ماسك السلطة هن رجالات الدين.
تمام، هو المرجعيه الاسلاميه سواء شيعيه ولا سنيه بغض النظر. لا مو صحيح. العلمانيه هي دوله مدنيه بقوانين وضعيه قد تستمد من الدين الفلاني والدين الفلاني. موضوع القوانين موضوع ما له علاقه ابدا بعلمنه الدوله. علمنه الدوله هي قائمه على اساس علمي. طيب اليوم خلينا اليوم نحن نحاول نبني الدوله الاسلاميه يلي انت بتصورها، تمام؟ لانه يعني لا احنا ما انا شوف انا بنقاشي لسه ما بدينا، يعني عم نتناقش ابدا ما في مشكله، بس المشكله انه عم تضيع الفكره. انت عم تناقش بموضوع ثاني وعم تفوت من هون تطلع من هون. انا مشان نظم لك الافكار يعني، عرفت؟ لانه انا مالي مجهز شيء على فكره، والله يعني والله ولا مجهز شيء. انا بحكي هيك على سجيتي يعني، مالي مجهز ولا نقاط ولا شيء، بس مشان نرتب لك الافكار يعني، مشان نرتب الموضوع. طيب اتفقنا. الدوله العلمانيه فصل الدين عن الدوله، قوانين وضعيه، تمام، مبنيه على اسس علميه تجريبيه. يعني نحن بنجرب هذا الموضوع، لقيناه شغال بنشتغله، وما لقيناه شغال بكبه بزباله. هي قوانين لينه بتقدر تعدل فيها، بتقدر تغير، بتقدر تطور، بتقدر تجيب يعني، بتعمل دوله علمانيه ثقافه اسلاميه. يعني مثلا على سبيل المثال دوله علمانيه العطله الاسبوعيه فيها يوم الجمعه. يوم الجمعه منين اجى؟ عطله المسلمين. عادي، بتصير ولا ما بتصير؟ بتصير. دولة علمانية أخي بتمنع فيها المثلية، مثل الصين مثلا ممنوعة، وبروسيا دولة علمانية وممنوعة. بتصير ولا ما بتصير؟ بتصير. في عندك شيء اسمه مثلا المحكمة الشرعية بدولة فاصلة الدين عن الدولة، بتصير ولا لا؟ بتصير عادي. ففكرة القوانين نحن دائما لما بيقول علمانية معناتها مثليين، معناتها اخته تمشي بالزلط، معناتها مو هيك. انت بتزبط هو بس انه ما تكون الحكم مبني على اساس ديني، او يكون رجل الدين هو رجل السلطة نفسها. بس هذا الموضوع. رجل الدين رجل دين، ورجل السلطة رجل سلطة. السياسي شيء ورجل الدين شيء. يعني اليوم انت تكسر من الاسئلة ايه ماشي يعني اليوم مثلا على سبيل المثال خلصنا هذا الموضوع، ولا عندك اذا عندك شيء خلينا نحكيه بهذا الموضوع مشان ننتقل لموضوع الشريعه. طيب انا اول شيء ما بديت، ثاني شيء عندي تعقيب على كلامك. بالنسبه لكلامك طيب ما في مرجعيه دينيه، اعطني خليفه للاسلام من عهد ابو بكر الى اخر خليفه عباسي او عثماني كان مرجعيه دينيه. لم يكن مرجعيه. نحن ما عندنا خلافه انه والله هذا الخليفه هو مرجعيه دينيه. مين قال لك هالكلام؟ كان هو على أي اساس عم يحكم؟ هو عم يحكم امر دوله، امر عسكر سياسي فقط. هو قائد سياسي وليس قائد ديني. ما عم يحكم باسم الدين، عم يحكم باسم الاسلام. ولكن هل هو مفتي؟ لا، في قضاء، هو قوانين ومحاكم اساسا. حتى هذا القاضي الامريكي اللي اشتهر يعني بعواطفه الحلوه، يعني هي صارت دوله. هذا اللي عم تحكي عنه صار اسمه دوله علمانيه. هذا اللي عم تحكي عنه انت، بطل دوله اسلاميه. العلمانيه امتى طلعت؟ ممكن تقول لي؟ لك بغض النظر اليوم بهذا اليوم بمفهوم اليوم يا استاذي، بس بمفهوم اليوم هي اسمها دوله علمانيه. بس اذا رجل اذا الرئيس هو ما له رجل دين، هو رجل سياسي فقط، هذا علمانيه اسمه. هذا هو اللي احنا عم نطالب فيه. لا لك يا اسمع بس دقيقه. انا عندي هذول 3 الماسات، تمام؟ عندي 3 الماسات حطيته عندي بالبيت، وفريده من نوعها. اجى واحد سرق لي وحده وراح. بعد سنه صار في حفل عالمي، كل واحد عنده الماسه. انا جبت الماساتي اللي انا بفتخر فيهم وفريدين من النوع، يعني جيت قلت لهم هي الماستي. اجى واحد قال انا هي تبعتي. قلت له هي عندي انا، انت سرقتها من عندي. قال لا، انا هي عندي. الاسلام نفس الترتيب، هو اول من فصل السياسه عن القضاء. لا يا استاذ، مو كيف بغض النظر. اول من فصل الدين عن السياسه هو الاسلام. جاءت العلمانيه طبقت هذا الامر بطريقه كفريه، بطريقه لا مو بطريقه كفريه. شلون يعني بطريقه كفريه؟ هات اشرح لي اياها. شلون صار يحطوا القوانين على كيفهم؟ لانه القوانين ما له علاقه بالعلمانيه. القوانين شغله ثانيه لحالها. تشريع القانون ما له علاقه. القانون البلد ما له. يعني اليوم ديمقراطيه المانيا غير علمانيه المانيا، غير علمانيه تركيا. علمانيه تركيا غير علمانيه هولندا. علمانيه هولندا غير علمانيه فرنسا. ما له علاقه. تمام. لانه هو
بالاساس علمانيه، نظام قائم على العلمانيه، فالديمقراطيه هون ديمقراطيه، هون شكل هون شكل هون شكل هي. ولكن مين اعطى الصلاحيه للديمقراطيه العلمانيه؟ لولا وجود علمانيه ما كان في ديمقراطيه مستقله عن الاسلام او عن النصارى او عن اي دين كان يعني.